على فكره دي هديه حريمي، انا مشهور انها حريمي. انا كنت في المول وقابلت موزه جامده جدا. موزه؟ انها حريمي يا بنت، بهزر معاك يا بنت. امسكي. ماشي تشكر. ايه تشكر دي؟ مش هتفتحيها ولا ايه؟ بعدين. مفيش بعدين. انا عايز اشوف الفرحه في عينيكي. من عينيكي. افتحي افتحي. وايه اللفه الجامده دي؟ امال ايه؟ فاكره ايه؟ يا نهارك منيل يا ديبو. ايه ده؟ انا ضحك عليا تاني، اعمل ايه يعني؟ امسك، انا مش ناقصه حرق الدم على الصبح. يا بنت استني يا بنت، انا بهزر معاكي. امسكي. بنت ام الهديه، ادي هديتك اهي. على فكره دي هديه غاليه جدا. عايز تمنها يعني؟ لا تمن ايه؟ اللي في المحل والمصنع اللي عمل الازاز كلها تحت رجليك يا قمر. بقول لك ايه؟ ينفع يعني؟ ينفع جدا. هو في كده؟ سلام عليك لما تعرض. بقول لك ايه؟ نعم. انا وانت دلوقتي لوحدينا ومفيش حد في المحل يعني، فلو مين اللي بيرن دلوقتي؟ تواتر. السن عايز ايه ده رخ؟ صباحك فل يا زيبو، وراك شغل. شغل؟ حرق الشغل على اللي جاب الشغل. سلام يا عمر. سلام. على فكره يا غاليه، اللي حصل امبارح ده مجرد محاوله تخويف من دهشوري، فمش عايزك تحط الموضوع ده في دماغك اكتر من كده، عشان مش واحد زي ده يخوفني. الحمد لله يا بابي انها جت على كده ويوسف عرف يتصرف. على فكره الولد ده مخلص ليا قوي. فعلا، علشان كده انا عايزه اكافئه، على الاقل يعني ما يحملناش جميله. نكافئه يعني نعمل ايه؟ نديله فلوس؟ مش دي الطريقه اللي تنفع مع واحد زي يوسف. الولد ده ابن عز وعينه مليانه، من اول يوم شفته فيه وانا متاكد من ده. انا هفكر في طريقه اكافئه بيها من غير ما اجرحه. عندك حق يا بابي. وانت بقى يا ستي مالك؟ مش عارفه اقول لك ايه يا بابي، حاجه غريبه جدا حصلت. فجاه لقيت رامي جاي بيقول انه عايز يعيش مع ابوه. بص يا حبيبتي، انا عايزك تطمني من الموضوع ده خالص. حتى لو ده حصل انا متاكد انه مش هيكمل مع اسبوع على بعضه. وبعدين سيبيني انا اتصرف مع سعيد. يا والنبي يا بابي بلاش، كفايه اللي انت فيه. انت سالتني مالك وانا رديت عليك. انت فيك اللي مكفيك، انا هعرف اتصرف ان شاء الله. اوكي يا حبيبتي. الشاي يا عز. تسلم ايديكي. تعالي اقعد يا سما، عايز اتكلم معاك كلمتين. تو ايه يا بنت؟ انا قلت لك حاجه؟ ما بحبش اسمع كلمة سماح منك، بحبك تقول لي يا بنت. اما بتقول لي سماح كده بحس ان في حاجة غريبة. طب تعالي يا بنت اقعدي بطريقه لمامتك. ماشي. مبسوطه يا بنت يا موحى معايا في الجواز؟ يا لهوي، انت لسه بتسألني دلوقتي؟ طب ده انت من يوم ما قلتها لي وانا مش عارفة اتلم على روحي. والنعمة الشريفة ببقى ماشية في الصالة حاسة ان انا طايلة السقف من كتر الفرح. يا بنت كلامك يا بنت. ده اقل حاجة عندي. ماشي. هقول لك على حاجة مين؟ قولي ما تتكسفيش. خالتي دي حوايا بتعمل لي بروفة الفستان. قالت لي يا بنت يا موحى، الست الشاطرة هي اللي تعرف مفاتيح راجلها فين. مفتاح يا بنت انا كلوني. يا وجدك ايه؟ ما تقصدش كده. هي تقصد يعني اعرف مزاج جوزي ايه. وهي بتقول لي كده سرحت وقعدت افكر. قلت يا لهوي، هو في حد يعرف مين يقدي؟ طب ده من واحنا عيال صغيرين، وانا بفهمك من عينيك، بفهمك قبل ما تتكلم يا مين. من واحنا عيال بنجري ورا بعض في الحاره، وببقى عارفه انت امتى هتقول لي كلمه حلوه وامتى هتنكد عليا وامتى هتضربني كمان. ربنا يخليك لي يا موحى. خليك ليا يا حبيبي. خير، ايه الحاجه اللي خوت دماغي عليها؟ سعادتك دلوقتي؟ اعمل حسابك الحاجه دي لو طلعت ما تستاهلش اخر مره هشوفك في مكتبي. لا تستاهل حضرتك. خير. غالية الشيمي هي وباباها بيتحركوا بيفتحوا سكة جديدة مع بتوع السفارات والمراكز الثقافية. المعلومات اللي عندي بتقول ان هم خلاص هيخلصوا في حتة أرض، طبعا بعد ما كشفوا عليها وتأكدوا من بطنها، وهيأجروها مش أقل من 5-6 سنين. الكلام ده كله بقى هيحصل في خلال الكام ساعة الجايين دول. طبعا بتوع السفارة هياخدوا الأرض ويرفعوا العلم بتاعهم، والباقي بقى سعادتك عارفة. انت متاكد من المعلومات دي؟ زي ما انا متأكد اني قاعد قدام سعادتك دلوقتي. سفاره ايه والارض اللي فيها؟ اسمع مني الكلام ده بالراحه وما تاخدوش على صدرك. البيت النديم ديت ما تتعاملش بالطريقه اللي انت بتتعامل بيها يا شقيق. ايه يا عم انت كمان؟
واحده مسيحه لي في كل حته انها حامل مني، عايزني اتعامل معاها ازاي؟ يعني بالطريقه بتاعتك ديت هتسكت؟ دي هتولعها اكتر. امال عايزني اعمل ايه يا فالح؟ يعني هتسمع مني؟ يابا قول وانا سامع. بص يا حبي، اللي زي ديت مستهبله، سايقه الهبل في الجبل، تنتظر منها اي حاجه طول ما انت مش ممشي اللي في دماغها. كده بقى يا معلم ما عندكش الا حل من الاتنين، يا تدي لها رصاصه في دماغها وتخلص منها وانت ونصيبك، او تماين معاها. اماين معاها؟ خدها وثبتها، وبعد ما تثبتها اشتغل عليها واحده واحده لحد ما هي تمل منك وتبعد لوحدها. طب وافرض ما بعدتش يا ناصر؟ هتبعد. هي مزاجها دلوقتي في الشعوطه المشعوطات، اول ما تشوفك هديت هتطلعك من دماغها وهتروح تشوف واحد تاني تعفرته. اسمع مني، هم دول النسوان. الله 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 الله، ايه الشياكه دي يا واد يا نحله؟ ايه رايك؟ حلو. مش بتاعك ده، بتاع سيكا. خدته منه عشان ما جابليش حاجه وهو راجع من السفر. مبروك عليك. انت ايه رايحه فين؟ رايحه السوق اجيب حاجات له. طب ممكن نروح انا اجيبها لك وانت تروح البيت؟ او النبي انا عايزه كيلو ونص لحمه و3 جنيه عيش. كيلو ونص لحمه و3 جنيه عيش. عينيا. هوا. طب تعالى هنا، انت هتجيب من جيبك ولا ايه؟ ايوه صحيح. ماشي. في ايه؟ بصي، هروح اجيب لك الحاجه وبعد كده اروح اغير الطقم ده عشان ما ادلش في القهوه. ماشي؟ باي. ده ترى جننتك. ظبطت لك انا الكمبيوتر جوه يا مقدس وكله تمام. بالنسبه بقى لللاب هنا، انا نزلت لك الماسنجر اهو، كاميرا شغاله تمام. كل اللي هتعمله اول لما النت يجي هتدوس هنا 2 كده، تك تك 2، هتفتح الصفحه دي تمام. حضرتك هتقوم دايس هنا اول ما الصفحه تفتح، تدوس هنا كمان مره كده تمام. مره ولا مرتين؟ لا مره كمان بعد المرتين. تمام. هتفتح ليك محادثه هنا وتفتح بقى تبدا تتحدث مع الست هايدي من هناك وكله يبقى تمام. تمام كده ولا اقول لحضرتك تاني؟ لا كده هنا مرتين. ها مرتين هنا يا مقدس وهنا مره. تمام. كتر خيرك كده يا مان. ربنا يخليك يا مقدس. سيبك كام؟ لا خلاص بقى مقدس بقى. قول بس. خلاص والله خليها علينا بقى، دي حاجه بسيطه. قول بس. طب احنا هناخد منك بس حق الماسنجر والويندوز والحاجات البسيطه دي بس. كام يعني؟ مصنعيتك كام؟ نقول 25. طيب كام يا حبيبي؟ 25. يا مسعد مش انا بتكلم معاه؟ خد يا ابني 50 جنيه. تشكر يا مقدس، الف شكر الف شكر. ولو عوزت اي حاجه هاجي لك طياره. هنا مرتين. ها تدوس هنا مرتين وهنا مره. انا هجرب انا بقى. سلام يا مقدس. مع السلامه. فين يا مقدس؟ الناس دي بتوكلنا رزق، ما تكونش قطعها رزاق يا مسعد، ما هو لازم يسترزق برضه. ماشي يا مقدس بس كده كتير. مالكش دعوه انت. قول لي بس انت هتاكلنا ايه النهارده؟ لا دي مفاجأة. مفاجأة؟ ربنا يستر. اتفضل يا يوسف، نورتنا. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. عنك انت اتفضلي. كانش له لازمه والله. قول لي بقى، نادين مزعلك في ايه؟ لا ابدا، هو انا في الحقيقه يعني اعرف نادين بقالي فتره طويله، بس في الفتره اللي فاتت دي كده الدنيا ما كانتش مظبطه خالص، مش عارف ليه. نادين بنتي عندها مشكلة نفسية من وهي صغيرة بسبب باباها. دي هي مفهماني انه باباها كل حاجه بالنسبه لها، وان هو مش مخليها نفسها في اي حاجه وكده يعني. ده اللي بتتمناه من جواها. انا مش هخبي عليك، باباها اتجوز من زمان وهي كانت متعلقة بيه جدا، ولما سابنا وراح قعد مع مراته التانية حصل لها عقدة، صدمة، وبعد شوية ابتدت ترجع لحياتها الطبيعية وتعيش حياتها. بس كل ما بيحصل إنها ترتبط بحد المشكلة بترجع لها تاني. رحت الانسون بتاع عمك عيد يا نحله. انا يا رايق. ايه يا عم عيد؟ نعم. ما العاد زي الفل اهو، امال انت جاي لي في ايه؟ تمام يعني؟ تمام طبعا، بس انا معلش يعني بعاتب عليك. خير؟ يعني انت راجل راح تكتب العقد بره وتجي تبصصني عليه، ولا انا ليا في عقود الايجار والتمليك ماليش فيه؟ والنعمه ابدا يا رايق، انت عارف ان انا زبايني كلهم بجيبهم لك، بس العقد ده بقى بالذات خلصان من المحامي المشتري. راجل اسمه ممدوح ده. ها انا سامع انت شغال معاه زي الحلاوه، الله يبارك له يا سيدي. تعال انت يا نحله اقعد خلص مع عمك عيد. تعال. لا يا رايق، لا مش يا عم روح شوف شغلك. ماشي يا رايق ماشي. غريب قوي نحله. مش ممكن. معلش، ما انت عارف بقى ان انا سمسار المنطقه دي،
من اكتر من 25 سنه. يا عم ربنا يديك الصحه ويسهل لك يا رب، بس انا عايزك تضمن حقك منه وتضمن حقك كمان من البايع عشان ما يجيش فيهم يعملها معاك. لا، حق منه هو مضمون، مفيهوش اي مشكله، انما الدور والباقي بقى من البايع، انت اللي تخلصني منه. يا عم رقبتي، بس قول لي هو مين؟ انت يا رايق. انا ايه؟ ما هو انا جاي لك في كده اصلا. ممدوح بيه عاوز يشتري القهوه والارض منك، فهمني بس، هيديك كل اللي انت عايزه، وانا مفهمه ان انت عم المنطقه دي كلها، وكل اللي انت عايزه هيديك. يا عم عيد، يا عم عيد، بيع ايه وبيت ايه واللي انا عايزه ايه؟ انت شايفني مش لاقي اكل يا عم عيد ولا ايه؟ العفو يا رايق. الله، يعني هو كل اللي باعوا قبل منك لمؤاخذه مش لاقيين ياكلوا؟ ما هو ناس محترمين برضه زيك. على فكره عم امين باع، وعم ياقوت باع، وعم سليم اسكندر بكره. يا عم الحاج انا ماليش دعوه بحد. استغفر الله العظيم، انا بقول لك يا عم عيد، روح قول للجحش اللي بيحش في الحته ده يجي لحد عنده ويقف، الرايق ما بيبيعش. يلا صباح الفل يا عم عيد، اتكل على الله. خلاص يا عم، كاني ما قلتلكش حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ينسونا يا عم عيد. اشربوا انت. قال يبيع قال. دي حاجه تجنن يا اخي. يا عم انت بتعمل ايه؟ كل ما اشوفك عليك بتنضف في الصوره، انا قربت اطلع منها يا عم الحاج، روح شوف شغلك. ماشي يا رايق. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. ربنا يعز مقدارك. فاكر ايام زمان يا ابو علي؟ ودي ايام تتنسي؟ ده انت ياما كنت بتقفل صلاه، وانت يا مديحه مش كنت انت وزوزة اصحاب وبتشتغلوا في صاله حلم تدرس؟ قال فين البت دي دلوقتي؟ هي موجوده؟ ايوه الحمد لله يا اخويا موجوده. البت دي كانت لعبيه ونخشه قوي. هتفرح قوي لما تعرف ان احنا شفناها. والنبي لما تقابليها بسلمي لي عليها. عينيا. بس المهم دلوقتي يعني احنا كنا جايين لك قصدينك في خدمه. امور تحت امركم. احنا عايزين نسالك على واحد كان صاحبك زمان. مين؟ شكري البيومي. شكري البيومي؟ يوه، ما تجيبوليش سيرته خالص. الله، ليه ماله؟ ويترمى، يبان ان هو من عيله كبيره ووارث، انما يبيع ابوه عشان الجنيه. شكري ده نيته مش خالصه خالص. طب ما تعرفش طريقه فين يا حسن؟ اعرف طريقه ليه؟ ربنا يبعدني عنه. بس قولوا لي، انتوا ايه اللي فكركم بيه دلوقتي؟ في حاجه؟ لا يعني ابدا، دي مديحه كانت سايبه معاه شويه ورق مهم كده زمان، وبعدين يعني عايزاهم دلوقتي بقى علشان تثبت بيهم حته ارض كده، وهو اختفى فجاه مش عارفين له طريق جره. لقيتيش اللي ده تستأمنيه؟ طول عمرك طيبه كده على نياتك. يا ساتر. طب ما تعرفش حد يدلنا عليه؟ ايوه، في واحده اسمها تيسير هانم، كان في بينه وبينها تجاره. الست دي يعني استغفر الله العظيم، يعني الله اعلم كان مرافقها. بس الست دي انا اعرف عنوانها. ايوه كان بيبعت لها حاجات، انا عارف بيتها، بس ما اعرفش اذا كانت موجوده لغايه دلوقتي ولا مشيت ولا سابت البيت. اصل انا قطعت علاقتي من ساعتها خالص. طب ما تدينا العنوان يا حسن، يمكن تكون موجوده وتدلنا عليه. طبعا ما تتغدوا، هديكوا كل حاجه. لا متشكرين قوي، عايزين نلحق النور بس. ما ينفعش، ده انتوا ليكوا وحشه كبيره. انا لازم اقول للولاد يجهزوا لكم حاجه كده على السريع. يا ابراهيم. ايه ده يا يوسف؟ انت كنت عندنا صح؟ ايوه يا نديم. والله العظيم انا كنت متاكده انك هتيجي، كنت متاكده انك هتكلم انت كلمت ماما؟ انا فعلا كنت قاعد مع مامتك شويه يا نديم. انا بحبك قوي يا يوسف. اهدي يا نديم، احنا في الشارع ما يصحش كده. على فكره طز في اي حد، ما يهمنيش اي حد، انت كل حاجه بالنسبه لي. طيب اطلعي بقى عشان عندي شغل، يلا. طب انت ليه ما قلتيش انك جاي؟ انت كنت عايز تعملها لي مفاجاه؟ نديم اطلعي بقى، عندي شغل بقول لك. مش مصدقه. طب مش هعطلك، بس عشان خاطري كلمني في التليفون. طيب حاضر. طب اقعد معاك شويه. لا والنبي شويه. عندي شغل بقول لك، عشان يلا خاطري. يلا يا نديم بقى على البيت. طب كلمني. حاضر. خلي بالك من نفسك يا يوسف. حاضر. خلي بالك من نفسك. حاضر يا نديم. بحبك قوي. حاضر، يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله، يلا. باي باي. طلع عيني. انت ايه رايك في الحصان ده؟ تفهم في الخيل؟ والله يا باشا يعني انا بفهم على قدي. بص كده على الحصان ده وقول لي رايك فيه ايه؟ الحصان حلو يا باشا وبيتنطط. بتنطط؟ ده اخر يوم ليه في التنطيط. ليه كده بس يا باشا؟ خذلني، اشتريته واهتميت بيه، كان ملك السباقات، بس في اخر سباق خسرني وخسر ناس كتير تبعي، عشان كده قررت اموته. انت ايه رايك؟ والله يا باشا انا رايي يعني انك تديله فرصه، خصوصا يعني زي ما سعادتك بتقول انه كسبك سباقات قبل كده يعني.
شايف كده؟ والله يا باشا الموضوع يرجع لك، ده رأيي مش أكتر. حصان زي ده يا باشا أكيد تمنه يعني بالشيء الفلاني. أنا اللي خسرني ملوش تمن. قول لي، أنت تعرف الشيمي منين؟ الشيمي؟ الشيمي ده يا باشا في واحد صاحبي شغال عنده في البازار. صاحبك؟ يوسف. عشان كده رحت تدافع عنه ها؟ مش دفاع يا باشا، هي مجاملة مش أكتر. مجاملة؟ بقى أنا أبعت ناس عشان يخلصوا لي شغل وأنت تروح تضربهم عشان تخسرني؟ ما تبع سعادتك، والله العظيم ما أعرف، هو أنا مجنون يعني أعمل حاجة زي كده؟ أو اللي حصل يا ديب؟ يا باشا أنا آسف، أنا ما أعرفش، أنا ما كنتش خدت خطوة واحدة لو أعرف حاجة زي كده. أنا كنت فاكرهم شوية عيال بلطجية رايحين يعملوا نمرة على الراجل. هو أنا مجنون يعني أبوظ شغل سعادتك؟ مجنون. مصدقك، بس على فكرة أنا عايزك تبعد عن الشيمي ده خالص خالص. أنا مش هسمع لحد بعد كده يخسرني. يا باشا انسى موضوع الشيمي ده خالص، احنا ما جبناش سيرته، انساه يا باشا. سن شو هجيبه؟ الحصان ده خسرني وانا خلاص، اللي خسرني ملوش لازمه، موته. ها؟ ياسر موته دي. دي حكايتك بقى يا سعيد، مش هتبطل حركاتك دي؟ حركات ايه؟ يعني انا بعتك الولد تقعد تلعب في دماغه؟ اسمعني بقى يا سعيد، انا بقولها لك والاخر مره وبحذرك، الولد مش هيبعد عن امه. سلام. ايه يا بابي؟ ده سعيد مش كده؟ ايوه. عايز ايه؟ الكلام اللي بيقوله الرامي وحذرت انه استمر بقى بنفس الطريقه، يرد عليا يقول لي ايه؟ انا همنعه يشوفكوا خالص. بابي انا قلت لك ما تكلموش، ما كانش ليها لازمه ابدا المكالمه دي. هو اصلا مش هيشوف الولد تاني من غيري. موضوع بقى انه يروح معايا ينساه. انا مش عايزك تتعاملي مع الجرع ده باي شكل من الاشكال، ده غشيم في تصرفاته. يا باشا يتغشم على مين؟ يجرب بس هو ويشوف ايه اللي هيجرى له. انا مش عايز الموضوع يتطور اكتر من كده، وعايزك تهدى من ناحيته. سيبوني انا اتصرف معاه. طب يا بابي انا كنت رايحه اخلص موضوع الارض مع الراجل وجاي اخد شويه حاجات. هتيجي معايا يا يوسف؟ طبعا. طب يا بابي طمنوني. مع السلامه. عن اذنك يا باشا. باي. سيد نزل مصر يا ابو يحيى. نزل مصر؟ ازاي نزل مصر؟ انا سالت عليه في المطار ما لقيتوش سافر. اللي رجعه باولو كان عامل حسابه لحاجه زي كده. الكلب حياة امه ما هسيبه. اهم حاجه انا عايزك تنزل مصر بسرعه وتدور عليه لحد ما تلاقيه. واهم حاجه اللابتوب ده عليه كل الخرائط بتاعتنا والعمليات بتاعتنا في اوروبا. طب والفلوس؟ مش مهم الفلوس، اهم حاجه اللابتوب. انت تنزل مصر بسرعه وتدور عليه لحد ما تلاقيه. حاضر. لما تلاقيه مش عايزك تعمل له اي حاجه، لان انا هنزل له بنفسي. ميرسي قوي يا يوسف. على ايه؟ على كل حاجه، على الموضوع ياوي وثقتي فيك اللي بتزيد دلوقتي، حركه الجدعنه اللي انت عملتها انت واصحابك، بجد ده كتير قوي. مرات اقرب الناس من الواحد ما بيعملوش اللي انت عملته معايا. طب وايه رايك بقى ان انا ما عملتش حاجه؟ كنت متاكده ان انت هتقول كده. بقول لك ايه، امسك. ده ايه ده؟ شيك. ما انا عارف انه شيك. بتاع ايه يعني؟ مش عارف، بس يعني كده ممكن تعتبره مكافأة بسيطة بقول لك فيها ثانك يو على اللي انت بتعمله معايا. بس ده كتير. انت تستاهل اكتر من كده بكتير. صح، انا فعلا استاهل اكتر من كده بكتير. ايه ده، انت ليه عملت كده؟ عشان انت لو بتثقي فيا بجد زي ما انت بتقولي مش هتحاولي تشتري سكوتي ولا تشتريني بالفلوس.
ايوه بس انا ما كانش قصدي خالص. وانا ما كانش قصدي لما ساعدتك ان انا عايز فلوس. اسمعي يا غاليه، لو وجودي في الشغل عندكم هيسبب لك قلق ويخليكي طول الوقت بتفكري وخايفه مني، فاعتبريني مشيت. لا بليز ما تقولش كده. انا عايزاك تستنى معانا، مش عايزاك تمشي. احنا محتاجينك. موافق، بس على شرط واحد، تعتبريني حد قريب منك بجد، حد في اي وقت هتحتاجيه هتلاقيه واقف جنبك من غير اي حاجه. طيب خلينا نطلب الحساب ونمشي عشان نلحق نروح الأرض. الحساب لو سمحت. ازيك يا امين؟ ازيك يا ديبو؟ ايه الاخبار؟ يعني مش قوي. شكلك مش مظبط. في ايه اللي بيحصل؟ مفيش، شوية مشاكل في الشغل بس عادي عادي. المهم انت دنيتك عاملة ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام. هبتدي شغل في الجورنال من بكره ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. بس ادعيلي والنبي لحسن نزلوني تحيات من اولها كده. ان شاء الله تتبسطي فيها باذن الله. مش مهم انبسط، المهم الاقي نفسي، الاقي الوسيله اللي هعرف احقق بيها طموحي. وعلى فكره طموحي ده ملوش اي دعوه بالفلوس. يا ستي فيه بالراحة علينا شوية. حد جاب سيرة الفلوس دلوقتي؟ لا اصل في ناس اول لما يسمعوا كلمه طموح دي على طول دماغهم تروح في الفلوس، مش انا خالص. عارف مش انت خالص. بس عندك حق، ناس كتير دلوقتي الطموح عندها بيساوي الفلوس. طب وانت طموح عندك انت بيساوي ايه؟ اكيد الفلوس برضه، بس صدقيني في حاجة تانية غير الفلوس. ايه هي؟ حلم السفر. أمينة أنا عايز أسافر. تسافر؟ أسافر. تسافر ليه؟ فين؟ يعني هو انت مش مبسوط في شغلك ولا ايه؟ مبسوط؟ مين قال لك إني مبسوط؟ معرفش يعني، كنت بحس كده لما بشوفك هناك بحس انك مبسوط. هي دي الشطارة، هي دي الشطارة. لازم كل اللي حواليكي يحسوا إنك مبسوطة. لازم. أمينة شغلانتي دي يتمناها أي حد، لكن لو اشتغل فيها يتمنى حاجة واحدة بس، إنه يبعد عنها. ازاي يعني؟ عشان ببساطة المفروض أشيل وشي الحقيقي قبل ما أخش المكان، وأطلع من جيبي كام وش وألبسهم في وشي واحد ورا التاني. وش بيضحك لفلان يقول اتفضل ساعتك نورتنا يا باشا، ووش تاني بيتعكنن، وش غول ياكل أي حد قدامه لو حد فكر يعكنن حد من الزباين اللي جايين يتبسطوا. ووش تالت ووش رابع، ووش بيغمض عشان الباشا بيستعبط والمفروض ما يعملش الحاجات دي هنا، بس انا بسكت طبعا وكاني مش شايف اي حاجه. عارفه ليه؟ عشان شيكو عالي ما ينفعش نزعله. وش وش وش، شغلانه كلها وشوش. انا خلاص يا امين زهقت من كل الوشوش دي، زهقت. ايه دي بدا؟ اول مره اعرف ان هو ده احساسك ناحيه شغلك يعني. كنت دايما فاكراك مبسوط بجد. انا قلت لك قبل كده، هي دي الشطاره. لازم كل اللي حواليك يحسوا انك مبسوطه، عشان لو ما حسوش بحاجه زي كده هيجيب واحد تاني ياخد مكاني. لازم ابقى مبسوط. يعني ايه رجعت في كلامك؟ هو مش كان اتفاق رجاله ولا ايه؟
يا ست غاليه دي ارض يعني حر فيها، ابيعها اجرها اجلبها مقلب زباله دي حاجتي. والناس اللي جبتهم هنا واتفقت معاهم اقول لهم ايه دلوقتي؟ قولي لهم اي حاجه، انا مش عايز مشاكل الله يرضى عنك. مشاكل مع مين؟ مع اي حد. انت في حد هددك ولا ايه؟ لا يا استاذ محدش هددني، بس ارجوك سايق عليك النبي روح شوف ارض تانية بعيد عن ارضي. انا عارفه مين ورا الموضوع ده. مين؟ مفيش غيرها فريده الزفت. يا ام خليفه، ام خليفه. ايوه ازيك يا ست؟ اهلا عامل اهلا يا إيه؟ عم فؤاد، ازيك أخبارك إيه؟ انت؟ الحمد كله لله. تمام؟ الحمد لله. خليفه عامل ايه؟ نحمد الله. بقول لك هو بيروح المدرسه؟ طبعا بيروح المدرسه يا مقدس، امال ايه؟ انت متاكده انهم بيروح؟ ها؟ يقدر ما يروحش؟ اصل العيال بتروح اماكن تانية غير المدرسه اليومين دول يا ام خليفه، عايزك تاخدي بالك. لا كل اللي خليفه. بس كده ممكن لا يحتاجوا حاجه. ايه ده كتير قوي، ده انت خيرك كله من مغرقنا. خير ربك. كم ابعتي لي خليفه لو احتجتي حاجه تانية. بصي ابعتيه لي، انا عايز اتكلم معاها كده كده. حاضر يا مقدس، سلام. من عينيا. مع السلامه. يا مقدس فؤاد. اهلا يا ام جيجي، ازيك يا ستي؟ الله يسلمك، عامل ايه؟ الحمد لله. انت جيت ميمي؟ لا لسه ما جيتش في الطريق. ما انا قاعد قدامك عبيطه. انا عبيطه؟ عبيطه، وايه المسخره اللي لابساها دي؟ وسايب الشباك مفتوح. هو كان حد بص؟ وانت زعلانه يا جزمه عشان ما حدش بيبص. حبيبي غير عليا. ايه دي بقى؟ اصبري بقى انا مفرهد. لا مفرهد ايه؟ قلعك الجزمه بس استنى. يا ريت ايه يا بنت امك جوه. لا ما انا وزعتها. وزعت مين؟ اه سداد اخت فجاه مش عارف ايه. لا ضغط ايه والنبي رايق عشان خاطري فوق كده حبيبي، فوق وفوق. ده انا صدقت ان انا سرقتها. وديتيها فين؟ ولا حاجه، خالتي سونا جت قالت لي ان هي رايحه تزور ام هاشم، قلت لها خدي امي معاكي وبيتيها الليله عندي. وهبات بره؟ وهتدعي لنا؟ اه عارف يا ميمي قلت لها تدعي لنا بايه؟ بايه؟ ان ربنا يرزقنا بحته عيل. حته ايه؟ حته عيل يبقى نسخه منك ويملى علينا البيت كده ويقعد يتنطط ويقرفك كل يوم كمان. عيل ايه يا سماح؟ احنا ما اتفقناش على كده. وهي دي فيها اتفاق يا اخويا؟ اه فيها اتفاق. حته عيل يعني هص يا واد وبس يا بنت. وبعدين احنا مش ناقصين وجع دماغ دلوقتي يا سماح. هي دي سنه الحياه يا رايق. وانا ما قلتش حاجه بس مش وقته. عايزين نتبسط بحياتنا شويه، نروح ونيجي ونتفسح. انت مستعجله على ايه؟ مستعجله عشان نفسي في حته عيل شبهك، اما تغيب عني كده ولا تسافر ولا حاجه يبقى قاعد قدامي واقعد ابص له وافتكر. يا ست ما انا متلقح قدامك، بصي لي ليل نهار. جرايه مين؟ هو انا اجي لك كده تجيلي كده يا اخويا في ايه؟ جرايه سماح. يا بنت موضوع الخلفه ده مش معترض عليه، بس كل حاجه باوانها. واوانها امتى ان شاء الله؟ لما ربنا يأذن. مش عايز اسمع كلام في الموضوع ده تاني. داخل اغير هدومي. امسك يا مسعد، دي فلوس اخر مجموع. انت بتعمل ايه؟ بعدهم، مش لازم يتعدوا. هتعدهم هنا في المحل، افترض ان قدس جه. ما تخافيش مش جاي. لا يا سيدي انا جيت. ازيك يا مقدس؟ تتنور. طب بالاذن انا مدس. يلا انزل. تعالي يا جيجي انا عايزك. حاضر. خير. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا عملت ايه؟ ان هي حصلت انك تطردي ابوكي من بيته. ابويا؟ وانت مين قالك يا مقدس؟ امك قابلتني واشتكت لي منك. انا عايزك تراعي ظروفه وسنه. مفيش حد فينا كامل يا بنتي. انا ما قلتش حاجه يا مقدس، بس انت عارف عمايله ورميته لينا انا وامي بقى ونص الله يرحمه. وما دام بقى ما شالش همنا من الاول يبقى ما يشيلناش هم. بص يا جيجي، ابوك كبر ومحتاج حد يحن عليه. يمكن يكون قسي عليكوا زمان، بس انا برضو مش عايزك تقسي عليه ولا تردي الاساءه بالاساءه. كفايه اللي شافه في اخوكي، وبعدين والدتك محتاجه له. يعني هو شاف لوحده؟ ما كلنا شفنا ودقنا المرار. بصراحه بقى يا مقدس الحنيه ما بتتشراش ولا بتتسلف. وامي بقى الحمد لله انا مكفيها كويس قوي. لا الموضوع لا هو علاقه لا بفلوس ولا باكل ولا بشرب. مامتك واحده ست محتاجه راجل يقف جنبها. ان شاء الله في عبر الدنيا. بصي انا هقول لك على حاجه. الواحد مننا لما بيعجز بيبتدي يسامح كتير ويفوت كتير على امل انه يلاقي لحظه حلوه ان شاء الله تكون بالكذب. صدقني يا مقدس امي مش محتاجاني،
وانا بقى لو سبتها له هينكد عليها. انت مش عارف الموضوع زي ما انا عارفاه. زي ما انت شايف كده يا استاذ سيد، المحل زي الفل ومية مية، وعلى فكره كان ليه زبون وكان شغال كويس قوي، وانا لولا موضوع السفر ده لا كنت قفلت ولا فكرت ابيعه. هي الواجهه تمام، بس اللي جوه عاوز له شويه تظبيطات. امضي العقد وظبط زي ما انت عايز. يعني مفيش حد من اتحاد الملاك هيجي يقول لي ممنوع التكسير ولا اي حاجه؟ لا لا يا ريس، ده حاجه ملكك وانت حر فيها، اعمل اللي انت عايزه. حلو قوي، على البركه. قلت لي انت عاوز كام؟ انت مش شفت الاعلان وعرفت الرقم المطلوب؟ ايوه الاعلان حاجه والبيع والشراء حاجه تانية، وبعدين انا فلوسي جاهزه على الترابيزه. بصراحه يعني انت سعرك عالي عليا حبتين، فلو في فرصه تانية للتفاوض ولا ادي لنفسي استماره 6 واخلع. ولا استماره 6 ولا حاجه. انت عايز تدفع كام؟ حلو قوي كده نعرف نتكلم. تعالى اعزمك على كوبايه قصب. انا جبت لك الهوت شوكليت اللي بتحبه. ميرسي يا ماما. بتحب مامي قد ايه؟ قد الدنيا. طب اللي بيحب مامي قد الدنيا يبقى عايز يسيبها ويروح يعيش في حته تانية؟ مامي انا مش عاوزه اسيبه، بس انا عاوزه اقعد مع بابي شويه. طب يا حبيبي ما انت بتشوف بابي في الويك اند، وفي الاجازه هتشوفه اكتر واكتر كمان، بس ما ينفعش تسيبني. انا مش عاوزه اسيبه، بس بابي عنده حاجات حلوه وقال لي انه هيعمل لي ملاهي علشان. الملاهي اللي عند بابي دي بتاعت القريه مش علشانك انت، وبعدين انت اي وقت عايز تروح الملاهي انا هوديك. انا عمري حرمتك من حاجه؟ طيب اللي بيحب مامي واللي مامي بتخاف عليه وبتعمل له كل حاجه يسيبها؟ يعني هتقعد معايا؟ طب هات بقى بيك هج وبيك بوسه. I love you. اسمع النكته دي. مره واحد حشاش دايره هيتجوز، قالوا له شقه عليك، قال لهم ماشي قشطه، وانتوا عليكم البيره والنسوان. هي دي النكت. ايه اللي رجعك يا تعال امشي؟ بقول لك يا يوسف الواد ده عامل معاك ايه؟ زي ما انت شايف كده، هزي ونكت دمها تقيل طول النهار. ما اتجوزت ليه؟ عشان اخلص من دمه التقيل. اما انت فاكر انا كمان هتجوز ليه؟ لا هتتجوز وهتاخده معاك، وانت والمدام بقى هركنوا مع بعض بقى زي ما انتوا عايزين. لا وحياة ابوك انا المدام عندي مش ناقصه هرتلها ايه يا ابو وشوش. دي الهوبه بتاعتك دي. اللي انت كلمتني عنها نادين. نادين يا جدعان في ايه؟ مالها نادين؟ مفيش يا جدع مفيش والله، هي بس مشكلتها كلها بس انها جايبه سيرتك على كل لسان، بس بالخير. بتريشه يا حاج؟ اكيد بتريشه. يا ميمي قصدك ايه؟ في ايه يا جدع؟ طول عمرك بتقول عايز اتجوز واحده متريشه، ولا حب ولا دياولو. انا عمري ما قلت الكلام ده. انت طول عمرك بتقول الكلام ده. حتى لو قلته يعني نادين حاجه تانية خالص. يا حنين. هي كده كده. لا انا ممكن اتكل على الله واسيبكم انتوا تكملوا هزار. يا عم انت قافش ليه بس؟ احنا بنهزر معاك. يا اخي قلت الكلام ده في يوم من الايام. نادين حاجه تانية حبيتها. في حاجه ولا زيك انت بتقول ايه من شويه؟ يا حنين. طب قولها له تاني. يا حنين تاني. لا تمام هي كده قضيت. تصبحوا على خير يا رجاله. بقول لك بنهزر معاك في ايه؟ الحاجات دي ما فيهاش هزار يا ديبو. بقول لك البنت بحبها وهتجوزها، والحكايه وما فيها انا رحت قعدت مع امها النهارده وقعدت تحكي لي قصه حياتها فصعبت عليا، فقلت خلاص ليه لا يعني. يا ابني انت هتجننا بقى، مش دي اللي شلناها من تحت ايدك كنت هتموتها؟ يا عم كنت متنرفز ساعتها متجنن شويه، بعد كده لما هديت وفكرت قلت خلاص ايه يعني هتجوزها. اتجوزها؟ ما انت شكلك كده هتحصل الرايق. انا اقول لك اللي فيها. قول يا اور مصر. انت صعبان عليك الواد اللي في بطنها عشان يندهوه باسم امه، زي زمان كانوا بيقولوا لك يا يوسف بديحه. صح؟ ايه يا عم خلاص كانوا بيقولوا له الكلام. سيبه يا ديبو. هو بيتكلم صح. صح يا زيكا. زمان كانوا بيقولوا لي يا يوسف يا ابن مديحه، بس من ساعه ما قطعت لسان اخر واحد قالها لي ومحدش بقى بيقولها بعد كده. تصبحوا على خير. انت لا بقى جماد. مش عارف. بقول لك ايه يا نسا، هو انتوا تدريب؟ ايوه. طيب في واحده هنا معاكم في المستشفى اسمها شيماء، الاقيها فين معلش؟ في قسم الحريم. طب هو فين قسم الحريم؟ اهو. شكرا ميرسي ربنا يخليك. يا استاذ رايح فين؟ ايه في ايه؟ ممنوع حد يخش قسم الحريم. ليه ممنوع يعني مش فاهم؟ قسم صح. الحريم. ايوه صح، ما ينفعش قسم حريم، متشكر ربنا يخليكي. ايوه يا ماما بقول لك ايه، الممرضه قالت لي ما ينفعش اخش قسم حريم، ما ينفعش ولا ايه؟ عيب؟ طيب ماشي. لا على فكره انت ضغطك اتظبط كتير عن الاول. طب الحمد لله. بقيتي احسن. الحمد لله. صباح الخير. صباح الخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا بصراحه شيماء ما قدرتش ما اشوفكيش اكتر من كده، انت وحشتيني قوي. بقول لك ايه، انا جيت وجبت لك الورد ده معايا، خديه كده وقولي لي ايه رايك، رومانسي يعني؟ احمد انت لازم تمشي. امشي.
هو ايه اللي فيه؟ هو كل ما حد يشوفني يقول لي امشي ممنوع الدخول، امشي ممنوع، وانا ريحتي وحشه ولا ايه؟ في ايه؟ احمد انا ما بهزرش، انت هتعمل لي مشكله. امشي امشي. طب انا هشاهد الست الطيبه ديت، والنبي يا حاج الله يخليكي يرضيكي كده واد حلوه زي القمر زي ها يكون جايب لك بوكيه ورد تحفه زي ده وجاي لك من اخر الدنيا يجي يديك الورد تقولي له البوقين دول، ينفع كده يرضي ربنا؟ لا يا ابني ما يرضينيش. اهو شفتي ولا اعرفها ولا تعرفها. يا ابني انت هتتعرف عليها، احنا مش في البوسطه، احنا في مستشفى. امشي في حاجة؟ امشي. انا تعبان والعظم وجعني بس السلام عليكم. قسم العذاب فين؟ مامي حاسب العربية يا حبيبي. مامي الحقيني مامي. وبعدين هو انت جبني عشان اتفرج عليك؟ يا ميمي عايز اتكلم معاك شويه يا اخي. يا عم تتكلم، انا قاعد قدامك اهو. في ايه؟ امينه مالها؟ مالها ايه؟ انت لو شفتها يا عم شفتها، مش كانت بتوصلك؟ يا ابني لا بس انت شفتنا. احكي في ايه؟ تقريبا كده بحبها. تقريبا؟ في حاجه اسمها تقريبا؟ هو انتوا جرالكوا ايه يا جدعان؟ واحد عايز يتجوز واحده متريشه والتاني عايز يسيب البنت اللي مستنيه طول عمرها. اتلحستوا ولا في ايه؟ يا ميمي وانا جايبك تأتتني ولا ايه؟ ما انا عارف انها مستنياني وانا معشمها، بس قول لي اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه. جيجي جدعه وبنت حلال واستحملتني كتير ما انكرش، بس خلاص يا صاحبي بقت عامله زي الطول اللي في رقبتي عمال يشدني، كل شويه يشدني لتحت ومش عارف اعمل ايه. عكس امينه خالص، وانا معاها بحس اني حر، بحس اني طاير. كلامها فيه امل، صوتها يا راجل لو تسمع صوتها في فرق كبير قوي مني، فرق كبير قوي ما بين الاتنين. انت فاهمني؟ لا مش فاهمك، عشان انت اكيد بتهرج، مش انت اللي تعمل كده وانا عارف. يا مين وانا عامل جنايه يا اخي؟ في ايه؟ مش عارف اخرج امينه من دماغي، مش عارف. ده انا ساعات يا اخي وانا ماشي في سكه كده بفكر فيها وانسى رايح فين. هو ده الاحساس بالظبط. هو ده الاحساس ايه؟ ما ده نفس الكلام اللي كنت بتقوله مع جيجي برضه. كل حاجه بتتغير يا صاحبي. جيجي نفسها اتغيرت، طريقتها معايا، هزارها، ده حتى ملامحها لما بتشوفني بتبقى ناشفه وجامده. البنت دي طبقت على العيشه اللي عايشه فيها، الظروف اللي حصلت لها، خلاص البنت دي مش مريحه نفسها ولا مريحه اللي حواليها. تفتكر يا صاحبي لو اتجوزتها هتريحني؟ بقول لك اعمل حاجه، ما تضحكش على نفسك، ما تسيبش البنت دي، اسمع مني. خلاص يا ميمي نسينا امينه. يعني ايه انسيها لك؟ هو انا اسيك هدخل جوه دماغي امسحها لك؟ انت طول عمرك بتلكك عايز تسافر، عايز تعيش عيشه غير اللي احنا عايشينها. يا ابني لو على السفر بص لي وبص لسيكا، ما ادينا سافرنا، وانا سافرت وانا مضطر، هو ما كانش مضطر ورجع عمل ايه؟ ويا عالم بقى جايب معاه مصيبه ولا جاي في التمام؟ يا دياب اسمع مني، ما تخسرش البت دي، البت دي تمام. صلي على النبي في قلبك كده، كل ما تروح نكمل كلامنا، ماشي؟ ميمي انا بحبها بجد. مشكلة، ما انا كمان بحبك. احنا مكثفين البحث وجهودنا كويس جدا عن اوصاف العربيه اللي خطفت الولد، وان شاء الله هنوصل له قريب. بس كنت عايز اسالكم، هل لكم مشاكل او عداء مع حد تعتقدوا ان هو ورا موضوع الخطف؟ احنا ناس في حالنا حضرتك بالظبط. على العموم ما تقلقوش، لو الخطف ده كان عمد يبقى اكيد هيحاولوا يتصلوا بيكم عشان يطلبوا فديه، وفي الحاله دي لازم تبلغونا فورا. يا فين؟ حاضر بالظبط. وديت الواد فين يا غالي؟ ايه وديت الواد فين؟ مش وقته. تضيع ابني وتقول لي اهدى؟ ابني لو ما رجعليش النهارده اشمي وحياة امي ما هيكفيني فينا انت ولا بنتك. اهدى يا استاذ من فضلك عشان نعرف نتكلم. هنتكلم فيا بيه؟ ما خلاص الواد راح، وانا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول، اقسم بالله كنت عارف. انت ليك عداء مع حد شاكك ان هو ورا الموضوع؟ اسال الهانم وابوها يا بيه، مش بايد يكونوا هم اللي عملوا كده عشان قلت الواد يجي ويعيش معايا. يا بني ادم اتقي الله، اتقي الله بقى. اتقي الله؟ ماشي يا شيمي، انا هتقي الله وهوريك هجيب ابني ازاي. ايه رايك في الكلام ده يا مدام؟ أنا متأكدة دلوقتي إن هو اللي خطف الولد. دي مش أول مرة يعملها. كل مرة بيهددني إن هو هياخد الولد مني. وآخر مرة كانت مع بابي امبارح في التليفون. استاذ سيد؟ ايوه مساء الخير. مساء النور. انا اروى عبيد من مكتب الاستشارات الهندسيه. يا اهلا وسهلا، انا صحيح اتصلت بيهم عشان يدوروا لي على مهندس ديكور. انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ نعم. يعني ايه اللي عايز تعمله ديكورات؟ طب مش تاخدي نفسك الاول واحده واحده علينا، تشربي انت الاول ايه؟ لا ميرسي. طب انا مش هتكلم في شغل، لازم تشربي حاجه. ممكن اشرب حاجه دايت. دايت؟
وانا بحب الدايت. كنت انا افرجك على المحل لغايه ما تجيلك الدايت. اوكي اتفضلي. أرجوك يا سعادة الباشا، ده يبقى حفيدي. أشكرك. أشكرك يا سعادة الباشا. مع السلامة. ده الرائد محمود علوي من شرطة السياحة. بيقولوا إنه كلم ناس في المديرية ومهتمين قوي بالموضوع. طيب كويس يا بابي، الحمد لله كويس. ما تقلقيش ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله هيرجع لنا. يا سيكا، عندك مانع ولا ايه؟ عندي 100 مانع. انت عارف الراجل اللي وراك كان هيدفع كام؟ ما يدفع زي ما يدفع يا اخي. ما البيوت على قفا من يشيل، ولا يعني جت على حته البيت اللي وقع نصه. اديك قلتها بلسانك، وقع نصه. يعني دي الفرصه الوحيده اللي تطلعنا من هنا ونعيش زي البني ادمين يا اخي. واحنا كنا عايشين زي البهايم وانا مش واخد بالي ولا ايه يا سيكا؟ ما تظبط يا جدع. مش دي المنطقه اللي اتربيت فيها؟ مش ده البيت اللي ابوك تعب فيه عشان يبنيه؟ يابا احنا مش هناخد الفلوس ديت ونسكر بيها. انا اجيب حاجه احسن ونعيش زي ما الناس ما هي عايشه. ولا انت عايز طول عمرك تفضل عايش هنا هو يا رايق؟ يا كده انت بتتحايل على الحنفيه ساعه بحالها عشان تنزل كوبايه ميه، وين نزلت كلها مجاري، في ايه؟ طب اسمع بقى يا سيكا عشان ما نزعلش مع بعض. موضوع البيع ده تشيله من دماغك خالص. يعني ايه يا شيل؟ يعني مفيش بيع. انت فاكر يا ان انا مش فاهم اللي في دماغك؟ بيع رايق. الرايق يبيع تقوم واخد الفلوس وكاتب. احمر افهم. البيت ده يعني اصلنا. عارف يعني ايه اصل؟ يعني جدر. والجدر لو اتقطع شويه هوا هيطيروه. جدر ايه وهوا ايه يا عم الرايق؟ البيت ده مش بتاعك انت لوحدك يابا، وبطل بقى تعمل عليا الكبير وتمشي كل حاجه على مزاجك. انا خلاص كبرت، ولو انت مش عاوز تبيع براحتك، انا هبيع نصيبي للراجل وانت تتصرف معاه. راجل مين؟ هو انت كمان عايز تجيب لنا واحد غريب يشاركنا في البيت؟ انت اتجننت يالا ولا ضارب حاجه؟ هو كده، ده نصيبي وانا حر فيه، ليك شوق في حاجه؟ يعني ايه ليك شوق في حاجه؟ ده انا ادفنك هنا تحت البيت يا ده انت واللي جاي يشتريه. طب انا هبيع يا رايق، واللي عندك اعمله. خلاص يا عم استريحت؟ نفذت اللي في دماغك؟ حرقت قلب طليقتك وابوها والواد بقى معاك. ده مش بس بقى معايا، ده ولا هيشوف شعره منه تاني بعد كده. يعني ايه؟ رامي بقى بره مصر خلاص. يا ابني الايه؟ وسفرته ازاي؟ ايه اللي سفرته ازاي؟ انت ناس انه يبقى ابني وانا ابقى ابوه ولا ايه؟ يا ابني الايه؟ تصدق بالله انا من كتر الغل اللي جواك ناحيه طليقتك وابوها انا بقيت متصور انك ممكن تعمل اي حاجه في الولد عشان تحرق قلبهم. لا يا حبيبي، مش انا اللي اعمل الحركات دي، ده انت وبلدياتكم. عيب. سفرته عند مين؟ عند زياد. زياد الخواجه؟ يا ابن الايه؟ حته فكره ما تجيش على دماغ الابلسه. يبقى وروني بقى يعملوا ايه يا معلم. المهم انا دلوقتي هكلم الشيمي امتى؟ سيبه ساعتين ثلاثه كده لما يستوي هو المحروسه بنته، واطمن كمان ان رامي وصل بالسلامه بره. ماشي، بس لازم ترسيني هعمل ايه؟ ايه؟ الله، ما انا دلوقتي الشيمي اول ما ينسحب من الانتخابات الواد لازم يرجع لامه سعيد. لما الشيمي يبقى ينسحب من الانتخابات يبقى حلها حلال. سعيد انا اللي متصدر في وش المدفع. طيب بص يا معلم، خلاصة الفيلم ده كله رامي يبقى ابني وارجع لي، وانا سابك بتلعب مع الشيمي عشان تخلص مصلحتك من وراه. لما بقى نخلص الحاجات دي والشيمي يقول لك فين الواد وبصدرني انا بيه ومالكش دعوه انت. اتفقنا؟ ماشي. خد يا عم ديبو، جاي لك سرة فلوس اهي. سرة فلوس ايه؟ ده عين حسد ايه؟ وقد كده كمان. هيحسدوك عليا يا خايب. على رأيك، اصل الحياة وردة اصلا. ما انت يا ابني اللي مغمقها على نفسك، وانت برضه اللي ممكن تفتحها. ده كفايه ديبو نظره بس كده في وش اللي بتحبه، ولا ضحكه حلوه على الصبح وتلاقيها زهزهت على طول. هي بطلت تضحك اصلا. قصدك جيجي مش كده؟ كويس كويس انك افتكرتها. انا قلت فكرك راح لواحده تانية. انت هتلاعبني ولا ايه؟ ما هو لو في حد غيرها هقول لك على طول يعني. لا في يا ابن اخوي، وانت ما بتقولش. في غيرها. ايوه كده تعدل يعني. عارف يا عمي، لما تحس انك عندك مشكله وكل يوم تكبر، كل يوم تزيد عن اليوم اللي قبله، يبقى مش في دماغك، تحس ان ده العادي، عشان كده انت بتدورش على حل اصلا، وفجاه تلاقي الحل اتحط في سكتك، تقول لنفسك يا انا كنت فين من زمان. حل ياخدك من ايدك ويفرحك، يفرحك قوي قوي.
بس في نفس الوقت يقلب عليك المواجع، يقول لك لو مشيت ورا الحل ده هيتقال عليك نادل وخسيس وفيك كل العبر. هعمل ايه يا عمي؟ همشي وراه ولا اقول لنفسي خلاص انت عايش عيش زي ما انت بقى وخلاص؟ لا. هعمل ايه؟ تحل مشكلتك الاول يا دي. حاولت تاني وتالت ورابع وعاشر، والراجل بقى اللي ما يستسلمش. كلام كله كلام ما بيجيبش اي نتيجه. كلام بشوقك يا دي. بس افتكر يا ابني الحل اللي انت لقيته ده وفرحك قوي كده، بكره هتلاقي حل تاني يفرحك اكتر منه، وبعده هتلاقي حل تالت، ومش هتلاحق يا حبيبي. نار يا حبيبي نار يا مدور ياكش تولع في نار جهنم. مالك قاعد على الصبح شايك كده ومسحلني شعرك بتاع حكايتك ايه؟ احلى شيشه لحبيبي. ارغي. بصراحه كده انا في واحده مزولاني جامد قوي اليومين دول. مين يا ام عاطف بتاع فرش السجاير؟ يا كبير ام عاطف، ام عاطف لا، الكلام ده كان زمان. انا دلوقتي اتغيرت وبقيت انسان تاني. مين بقى انسانه تاني اللي شغلت حالك بالمنظر ده؟ بصراحه شيماء. شيماء مين؟ اخت الديبو؟ قوم اقف هنا. فيها يا كبير انا عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ بقى الديبو استأمنك على اخته يا وانت تبص عليها من وراه. والله العظيم يا كبير انت فاهمني غلط. مفيش حاجه من اللي انت بتفكر فيها دي خالص يا كبير. الموضوع كله ان انا معجب بيها وبكلمك عشان تخلي ديبو يعني. اقعد. في حاجه بينك وبينها يعني؟ اتكلمت معاها في حاجه؟ لا يا كبير مفيش اي حاجه. صباح الخير صباح النور كده يعني. ولقيت الدنيا فيها ايه؟ جايبه معاك؟ هي بتعاملني كويس مش اكتر يا كبير. يا بجم دي في معهد، احنا معلمه حيوان. يعني ايه يعني يا كبير؟ يعني ما انا كمان في دبلوم يعني يا كبير. يعني وانا امي يعني. امك؟ قوم يا قوم شوف شغلك كده وانا هتصرف. قوم. بجد يا كبير ربنا ما يحرمني، ربنا ما يحرمني منك يا كبير. خاطر انا بقى اجيب لك الاصطباح. يا عم الحاج بتعمل ايه يا ريس؟ انتخابات. انت ايه؟ خبات يا برنس المنطقه. خبات؟ روح خيب بعيد. ما بحبش الوشوش اللي يجيب الفقر يتعلق على باب القهوه عندي، مش ناقصه هي فقر. روح ارميهم على كشك الكهرباء اللي في اخر الشارع. ياك الشمس فيهم الكهرباء. طب اسمع يا دهشوري، اسمعني بس. طب انا بقى هوريك يا دهشوري وهنشوف هعمل فيك ايه. خير يا باشا في ايه؟ دهشور الكلب هو اللي خطف راني. هو طلع هو اللي ورا الحوار ده كله وهو اللي كان بيكلمك دلوقتي؟ ايوه يا سيدي. واما هنسحب لقدام واما مش هنشوف الولد تاني. طب هو في حد عبيط يا باشا بيخطف عيل وبيرجع يقول هو اللي خطفه؟ عشان متاكد ان احنا مش هنقدر نعمل حاجه حتى لو بلغنا عنه. يعني ايه يا باشا مش نقدر نعمل له اي حاجه؟ يعني لو تقدر تثبت عليه حاجه بثبتها. ما كل يوم في عيل شحطه بتخطف وهي عالم مين بيرجع مين ما بيرجعش. طب وانت هتتصرف ازاي دلوقتي يا باشا؟ مش عارف اوصل، انا دماغي وقفت خالص على التفكير. انا مش قادر افكر خالص. فكر معايا يوسف ولا نعمل ايه؟ ما المفروض ما نعملش اي حاجه غير لما نبقى متاكدين منها يا باشا. الغلطه دلوقتي تبقى بفوره. طب وغاليه اللي هتنضف على الولد نعمل معاه ايه؟ ده طبيعي يا باشا، ابنها واتخطف، لازم تبقى عامله كده. المهم حاول ان انت تهديها لغايه لما نشوف هنتصرف ازاي. الموضوع المره دي كبير. يا شيماء اتاخرت كده ليه؟ سواق الميكروباص ماله عكسك ولا ايه؟ يقدر، ده راجل مفتري، كل شويه يقف ويتخانق ويقف ويتخانق، ربنا ينتقم منه. معلش الحمد لله ان انت جيتي بالسلامه. بقول لك ايه بقى، يلا بينا عشان هوديكي حته دين مشوار عمرك ما رحتيه في حياتك. فين؟ استاد مختار التتش. استاد مختار التاتش ده؟ تاتش ايه يا شيماء؟ حد قال تاتش دلوقتي؟ بقول لك استاد مختار التتش. في حد في الدنيا ما يعرفش مين هو مختار التتش؟ انا ما اعرفوش ومش عايزه اعرفه، وبعدين كوره تاني. الله، هو انا بقول لك هنروح نتفرج على الماتش؟ احنا هنروح نتفرج على التمرين بتاع اللعيبه اللي قبل الماتش، وبعد كده هصورك مع اللعيبه. بجد؟ اه تصدق هو ده اللي كان ناقصني في حياتي، ان اتصور مع اللعيبه. اي خدمه. خدي بنت رايحه فين هنا؟ تعالي هنا. هرجع المعهد اتعلم لي كلمتين ينفعوني. يا شيماء تعالي هنا يا شيماء، الله في ايه؟ وانا بقول لك هنروح نتصور في السيما؟ احنا هنروح نتصور مع ابو تريكه، هصورك مع ابو تريكه. ولا حتى لو مع شيكابالا نفسه. شيكابالا؟ حد جاب سيره شيكابالا دلوقتي ولا قال شيكابالا؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت غاويه تنرفزيني وتحرقي دمي. ايه ضايقتك قوي شيكابالا؟ طب شيكابالا 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 بس يا بنت. الله خلاص اسفين يا عم الحاج، حرمنا.
مفيش استاد التاتش بتاعك ده، مفيش استاد اللي انت بتقولي عليه ده، ولا كوره ولا لعيبه ولا تمرين، ولا كوره ولا اي اوف سايد. خلاص احنا بطلنا كوره، وبعدين انا اصلا ما بلعبش كوره ولا بشجع كوره، انا بلعب رمي جله من 20 سنه. حد قال لك حاجه غير كده؟ ها؟ طب يلا يلا ايه؟ وقف لنا تاكسي. ده انا اوقف لك المتر كله. جميل. وريني. يلا. يا ميمي، يا سيكا، انا عمال اتحايل عليكم من بدري. ايه شغل العيال ده؟ شغل عيال يا دياب. الباشا عايز يبيع البيت اللي ابونا ربنا فيه. هو فين البيت ده اصلا؟ ده كبير والسنه ويقع. يا جدعان، ايه شغل نقل ونقير ده؟ ما تهدوا بقى وصلوا على النبي. خلاص بقى. ميمي، ايه الحوار ده؟ مفيش حوار. ده عايز يجيب لي واحد غريب يشاركني جوه البيت. عشان انت راكب دماغك وتمشي كلمتك من غير ما تشاور حد. مشي كلمتي يا سيكا. عارف ليه؟ عشان ابوك وامك لما ماتوا وسابوك عيل صغير في المدرسه ما شاورتش حد. لما قمت بيك انت وعمتك وسماح ما لقيتش حد اشاوره. لما كنت كل شويه تجيلي مليون مصيبه ما لقيتش حد اشاوره. فهمت ليه يا حمار؟ وانا عمري ما انكرت ده. لا، لما انت عمرك ما انكرت ده، عامل دوشه ليه؟ يعني انت زي دي وعاجبك المنطقه اللي احنا عايشين فيها دي؟ مش عاجباني ولا حاجه. ونفسي امشي منها النهارده قبل بكره، بس اعمل ايه؟ واللي عايز يعمل حاجه يعملها من جيبه، مش من عرق ناس تانيه. يعني ابويا لما عرف البيت ده عرق علشان مين؟ مش علشاننا؟ عشانكوا بس عشان لماكوا كلكم في بيت واحد، مش كل واحد يبيع نصيبه ويخلع. افهم يا سيكا، البيت ده قيمته مش في شكله ولا حتى من الفلوس اللي جايه من وراه. البيت ده طول ما هو واقف انتوا كمان هتفضلوا واقفين على رجليكوا. ملوش لازمه الكلام يا دياب. مات الكلام. اخويا ابن ام ابويا عايز يقطع نفسه مني. انا ما قلتش الكلام ده يا رايق. مش بالكلام، بالافعال. مالك يا اخي في ايه؟ جاي كده متشملل من بره ومش عاجبك عيشه اهلك، عايز تبيع وعايز نصيبك وعايز تسافر. مالك يا اخي في ايه؟ ما تظبط يا ديب. انا عاوز الاصلح لينا. اسمع كلام اخوك، البيت ما يتباعش. ايه؟ عايز تجيب لاخوك شريك؟ حد يشاركه في ملكه ويقول له ايه؟ راسي براسك؟ ينفع الكلام ده؟ عايز تعمل في اخوك كده؟ في ايه؟ ما ترد يا زكي. لا يا ديب، مش عاوز ده يحصل. الله، امال فين المشكله بقى؟ ولا مشكله ولا اي حاجه. انا بس لما سمعت فلوس البيع دماغي لفت. بس انا برضو فلوس الدنيا كلها مش هتخليني ازعل الرايق مني. حقك عليا يا رايق، متزعلش مني. انا اسف. خلاص يا سيكا، انت اخويا حبيبي برضه. ابيع لك ياض البيت عشان ترتاح. خلاص بقى، صلي على النبي. خلاص. يعني ايه يا مديحه طلع ما يعرفلوش سكه؟ ايوه بس انا هروح للست اللي اداني عنوانها. بقول لك يا مديحه، انا مش عايزاكي تحطي امل كبير على الموضوع ده. ليه يا مدام؟ يعني احنا لسه ما نعرفش اذا كان عايش ولا لا، ولو وصلتي له هيقابلك ازاي. فمش عايزاكي تتعشمي قوي يا مديحه، عشان لو ربنا ما رادش ما تتصدميش يا حبيبتي. اتصدم؟ هو في صدمه اكبر من ان واحد يبقى بايت في حضنك طول الليل وتصحي ما تلاقيهوش جنبك وما تعرفيلوش سكه؟ ولا في صدمه اكبر من ان ابنك الوحيد يبقى عايش طول عمره بيهينك وبيجرحك، وما كانش بالكلام يبقى ببصة عينيه هو فاكر انك جبتيه من الحرام؟ ما تقلقيش عليا يا مدام، انا خلاص اتعودت على الصدمات من زمان. بس يا ستي سمع سيره الخلفه من هنا وكانه ركبوا 100 عفريت وبيتني عندهم. يا بنت انت هبله يا بنت، الحاجات دي ما بتجيش كده. امال بتيجي ازاي يا فلح؟ خمي. هو ده حد يعرف يخمه؟ وانت تايهه عنه يا جيجي؟ ده بيديني البرشامه يختي بنفسه كل ليله. خلاص يبقى تشغلي سلاح الزن يا بنت. الزن على الودان امر من السحر، وفي الاخر اكيد هيزهق. انا شاكه يا بت في المدعوق بتاعك يكون هو اللي مقومه. لمي يا بت بدل ما المه. الم مين يا اختي؟ هو ده حد عارف يلمه خالص؟ بالحق عملتوا ايه في موضوعكم يا منيله؟ ما عملناش حاجه. جه ضحك عليا بكلمتين وانا في الاخر برضو زي الهبله صالحته. الحال زي الحال بالظبط. وهيفضل الحال زي الحال لحد امتى يا رحمك؟ علمك بقى. الله، انت تفضلي تقطميني كده؟ مش بقطمك يا جيجي. فوقي نفسك يا بت، انت بقيتيش عيله صغيره. فكك منه بقى، دوري لك على حد تاني، شوفي حالك. انت بتقولي ايه يا موحى؟ ما بقولش حاجه يا اختي، انت هتاكليني ولا ايه؟ الحق عليا، هاتي الملح. انت تعرفي حاجه يا بت وما قلتليش؟ والنعمه الشريفه ابدا. عيب يا بت اما تقولي كده، ده احنا اخوات ولا ليا غيرك. طب والراي لو عارف حاجه هيقول لي؟ لو عارف حاجه هيقول لك. مالك بتتمسكني كده ليه يا بت؟ هاتي الملح. ماشي. انت فين الملح يا اختي؟ خدي. انا خايفه عليكي. انا نازله. رايحه فين؟ انت لحقتي؟ مقدس مديني اجازه نص يوم يا دوب بقى الحق عشان اشوف المعدول. سلام. يعدلها لك ويعدلها لي.
عدي اتغدي يا جيج. لا مؤاخذة يعني يا مدام لولا، مش المفروض عوني بيه كان يجي يقابلني؟ لا عمي مشغول النهارده حبتين، فقلت له خليك انت، انا هقابل الريم. طب والله كويس. ده شكل عوني بيه بيثق فيا على الاخر. ده حقيقي، بس بيثق فيا انا اكتر. عسل يا مدام والله. ميرسي. قولي بقى عملت لي ايه في الموضوع اللي اتفقنا عليه؟ كل خير ان شاء الله. دي صورة من قرار الازالة للدور اللي طلع. ايه ده؟ بسهوله كده؟ مش المفروض ان في مهندس بيروح الموقع وبيرفع المقاسات وبيكتب تقرير والحاجات دي برضو ولا ايه؟ الكلام ده معايا حد مش مع ميمي. تصدق بالله انا اللي كاتب القرار ده بايدي، واكبر مهندس في الحي ماضي عليه. بس بسهوله برضو؟ بفلوسك برضه. طب قولي بقى هنعمل ايه بعد كده؟ دلوقتي الراجل زمان وصل له قرار الازاله، هيروح يتنطط في الحي ويعمل قرد عشان يوقف الازاله دي، مش هيعرف يبقى يقابلني. ما قداموش حل غير ان هو يجي لك ويقول لي خدي المكان. ساعتها بقى هتعملي ايه؟ هقول له انا اسفه صرفت نظر. وقبل ما الدمعه تفر من عينه هقول له خلاص انا ممكن اخده منك بس مش بالسعر القديم وسيبني انا اتصرف مع بتوع الحي. هو ده. وساعتها بقى ترمي له السعر اللي انت عايزاه. طب وقرار الازاله؟ عيب عليك يا مدام، مامضي برضه في جيبي. ماشي يا راي. ماشي يا مدام، عينينا ليكي. هعمل ايه يا رب بس؟ هعمل ايه؟ تيجي نكبس على الفيلا يمكن يكون مخبي الواد هناك. يا باشا انت لو حابب نكبس على الفيلا ونطربقها فوق ونفوق ونعمل كده، بس اكيد يعني هو مش هبل عشان يخطف الواد ويخبيه جوه بيته. صحيح ده اللي بقوله ده هبل. هنعمل ايه؟ نعمل ايه يا يوسف؟ ايه ده انت بس يا باشا، انا هعرف اوصل لاي حد من رجالته وهعرف ازاي برضه اقرره. طب ما طمني بس يا يوسف. حاضر يا باشا، انا هتكل على الله. تعال اذنك. مع السلامه. وانا كنت بقول لك ايه صحيح؟ امك. امي بقى دي ست غلبانه قوي 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 قوي، طيبه كده وملهاش في اي حاجه خالص. عارفه الستات بتوع زمان اللي هم مش موجودين دلوقتي خالص؟ هي كده بتدبق حالها بقليل وراضيه باللي هي فيه وهو عايشين الحمد لله. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. طالع عليها بقى ايه اليومين دول؟ انها عايزه تجوزني. كل شويه يا رب اشوفك عريس يا احمد يا ابن بطني، يا رب اشوف خلفك واعوضك يا جو كده. عايزه تجوزني يعني. كلها نظر، ست بتفهم والله. مين امي؟ طبعا كلها نظر، مش امي. وانت بقى بتقول لها ايه لما هي بتقول لك كده؟ لا عادي، اما الاقي بنت الحلال. ايه مالك؟ انا قلت حاجه وحشه؟ طيب خلاص انا بهرج معاك. خلاص بقى بهرج معاك يا شمال، في ايه؟ الله. على فكره انا بموت وافرفر من جوه كده لما الاقيكي مقموصه وضرب الوش. بقول لك ايه يا شمال، مش هتوريني شعرك بقى؟ ده بعيدة. طيب خلاص في ايه؟ طيب استني. يا ريتنا كنا افتكرنا مليون جنيه وامي جت على السيره. ايوه يا اما. ايه؟ طب انا جاي حالا، سلام. في ايه؟ في ابويا ايه؟ تعب وقع من طوله في الشارع. يلا شيماء. ما تقلقش ان شاء الله هيبقى كويس. انا يا ستي ابتديت من الصفر، من تحت الصفر كمان. سافرت اوروبا وما سبتش ولا شغلانه ما اشتغلتهاش. شلت شنط في اوتيلات، اشتغلت في مطاعم، في بارات، محلات لبس، لحد ما ربنا كرمني وعملت لي قرشين. قمت فتحت لي مطعم صغير انا وثلاثه اصحاب. الدنيا مشيت معايا، قمت استقليت وفتحت لي بار لحسابي. قلت حلو قوي كده، بلدي اولى بيا. قمت رجعت على مصر على طول. بس يا ستي ادي الحكايه. جميل قوي ان الواحد يبقى عنده هدف، والاجمل منه انه يقدر يوصل له. بس ده برضه هيخليني اسالك سؤال، اشمعنى مشروع البلاي ستيشن؟ انا اتعلمت ان الواحد لما يحب يعمل فلوس لازم يشتغل حاجه جديده، وموضوع البلاي ستيشن ده مش موجود كتير منه في مصر. حتى لو موجود مش هيتعمل بالستايل اللي انا عاوزه. برافو عليك. برضه انت خريج ايه مستر سيد؟ مش هرد عليكي الا لما تشيلي كلمه استاذ. وتسمحي لي ان اقول لك اروى من غير اي القاب، ده احنا بناكل عيش وملح مع بعضينا. اوكي. خريج ايه؟ تجاره. انا قلت كده برضه. ليه؟ شكلي ورق بنكنوت ولا ايه؟ لا مجرد توقع. طب انا من ساعه ما شفتك وانا نفسي اسالك سؤال. يس بليز. يعني ايه اروى؟ يا بابا أرجوك سيبني أقنعك أو تقنعني. أنت قاعد عندك في مصر بتعمل إيه؟ كل الجرايد والتلفزيونات مالهاش سيرة غير إن إسلاميين هيمسكوا الحكم ويضطهدونا. أنت بتضحك على إيه بس يا بابا؟ بس الكلام اللي انت بتقوليه ده بيضحك يا هايدي. ما احنا طول عمرنا عايشين وشنا في وش المسلمين وبناكل من طبق واحد، حصل ايه يعني؟
ده كان زمان، ايام ما كانوا محجمينها. عندك احداث ماسبيرو والمقطم ومبابه، فاضل ايه كمان عشان تحس وتفهم؟ يا بنتي ما تسمعيش كلام اي حد لا عايش ولا شايف بعينين هنا. كل الكلام اللي بيقولوا لك ده بخوفوكوا بيه، ومش كله مظبوط، وكل حكايه من اللي انت حكيتيهم دول ليها ظروفها الخاصه، مش اكتر من كده. طب سيبك من كل ده، انت مستريح من القعده لوحدك؟ مين بيخدمك؟ مين بيعمل لك حاجتك؟ يا هايدي، دلوقتي بتساليني مين اللي بيخدمني؟ ما خلاص انا اتعودت خلاص بقى. بصي انا عايزك بس تخلي بالك من نفسك ومن جوزك ومن ابنك. طب انا هستأذن دلوقتي عشان رايحه الشغل، واول ما اجي هرنلك عشان نكمل كلامنا، ماشي يا بابا؟ يلا اتفضلي. خلي بالك من نفسك. وانت كمان، يلا مع السلامه. دكتور، خير يا دكتور، في ايه؟ خير ان شاء الله. الدكتور الاستشاري كان طلب سحب عينه على طول، بس رجع وطلب اشعه الاول. احنا هنعملها باذن الله، نطمن بيها وما نحتاجش لسحب عينه. معلش يا دكتور عشان افهم بس، عينه ايه واشعه ايه؟ هو عنده ايه بالظبط؟ هو مشتبه في وجود كانسر في الرئه. سرطان يعني؟ امسك نفسك عشان والدتك. بقول لك ايه، في احتمال وامكانيه ان انت تدفع فلوس الاشعه هنا، ولا اديلك جواب تروح تعملها في مركز خيري؟ لا في امكانيه ان شاء الله دكتور، كله من خير. طب تعالى معايا. احمد، خير يا احمد، طمني. خير ياما، خير. الدكتور قال لك ايه على ابوك؟ طمني. خير ما تقلقيش ياما، هو كويس الحمد لله تمام. هو بس طلع عنده ضيق تنفس شويه في صدره، وهيبقى قريب تمام زي الفل ان شاء الله، ما تقلقيش. انا بس بقول لك ايه، اروح ادفع واجي لك على طول. ها ماشي يا حبيبي، ربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مريض بحق جاي النبي. يا يوسف، مالك في ايه؟ عارفين مين خطف ابن غاليه؟ مين؟ دهشوري. دهشوري؟ مش الدهشوري ده اللي خلى الجنرال يبعت شويه عيال الشيمي؟ هو. طب ايه المطلوب دلوقتي؟ نرجع الواد. حلو. مش فيها سبوبه؟ سبوبه حلوه. سبوبه ايه؟ بقول لك الدهشوري والشيمي. وايه المشكله يعني؟ المشكله ان الجنرال قال لنا مالناش دعوه بالشيمي ده خالص، ما نخشش في اي حوارات معاه. عايز تقول ايه يا ديبو؟ عايز اقول ان دول حيتان في بعضهم، احنا مالناش فيه، لو غلطنا اي غلطه للجنرال مش هيسمع علينا، وانا قلت لكم كده قبل كده، بلاش بقى نتكلم. ايه؟ وانا ما ينفعش اتخلى عن الشيمي دلوقتي. الشيمي؟ هو الشيمي ده هياخد طلقه بدلك؟ يا جدع في ايه؟ ما تقفرهاش يا ميمي، مش هينفع اي غلطه مع الجنرال، مش هينفع. ومين قال لك ان الجنرال ليه علاقه بالموضوع؟ الدهشوري مش هيعمل اي حاجه غير لما الجنرال يقول له. طب انت شايف ايه يا يوسف؟ ايه؟ ما انت شايف صاحبي بيبيعني وانا محتاج له. محتاج لي؟ بقول لك يا صاحبي، تحتاج لي لو انت واقع في مشكله، ماشي؟ غير كده انا ماليش فيه. انما بقى الهانم بنته اللي انت عايز تقرب لها باي شكل، جاملها زي ما انت عايز، بس مش على قفا ناس تانية. ما تتكلم عدل يا ديب. هو ده اللي عندي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم مش عاجبني. ايه يا يوسف؟ تعالى. انت مش شايف بقول ايه؟ اهدى يا يوسف، متهدى يا دياب. ميمي، انا مش دعوه بالحوار ده خالص، عايز تعمل بطل قومي يا يوسف براحتك، انما انا محدش هياكلني الام غصب عني، فاهمني؟ السلام عليكم. شوف المصلحه. يا جدع في ايه؟ ده انا بقول عليك العاقل الوحيد اللي فينا. من امتى بنتخلى عن بعض ونقول ملناش فيه؟ يا ميمي، انت لو تعرف الزفت الجنرال ده زي ما انا عارفه مش هتقول الكلام ده. بعدين تعالى هنا، انت ناسي الراجل ده ماسك علينا ايه؟ وايه اللي تحت ايده يخصنا؟ واحنا ما بنضربش الودع ولا بنشم على ظهر ايدينا عشان نعرف مين صاحب الشغلانه. ايه يا ميمي؟ انت بتهزر ولا ايه؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج، سبوبه جات لنا ما واحد بيستنجد بينا، ايه دخل الجنرال؟ بعدين قدر يا سيدي ما رحناش. تفتكر الشيماء يقعد يتفرج ويحط ايده على خده؟ دياب، احنا مش بتوع حد، وديك لسه قايله بعض لسانك. محدش بياكلنا لقمه غصب عننا. انا فاهم كويس، بس برضه لازم نفكر، لازم نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا، والحكايه دي كلها هيطلع لنا من وراها ايه؟ يا اخي كل شر، ومش بعيد كمان نموت فيه، بس ده صاحبنا. نسيب صاحبنا يروح لوحده ولا نروح معاه زي ما تيجي تيجي؟ نروح معاه مين؟ نروح معاه. هو ده دياب. وما دام ما تعرفش مكان الواد فين، جاي تقابلني ليه؟ شوف يا يوسف، انا دراع الدهشوري اليمين صحيح، بس في الحاجات اللي زي دي لا. بدوي،
ده عيل صغير ملوش ذنب. وانا لو اعرف حاجه كنت قلت لك. هات اللي عندك. انا عرفت ان انتوا اللي خلصتوا الشيمي ليله ما بعت له العيال، واللي متاكد منه برضه ان الشيمي هيطلب مساعدتكم تاني، صح؟ هات من الاخر. الاخر بتاعي هو الدهشوري، مش هتعرفوا تعملوا حاجه غير لو بقت رقبته في ايديكم. وده يحصل ازاي؟ والله طول ما الدهشوري حواليه رجالته سواء في المكتب ولا في الفيلا انسى، حراسه وكاميرات مراقبه في كل ركن. طب وانا اجيب رقبته منين؟ اقول لك، بس ده هيكلفك. مش هنختلف. انزل اخلص. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ احنا عملك ليه اسود؟ انتوا تبع الشيمي. الشيمي هو اللي بعتكم، صح؟ طب ما انت حلو اهو، دماغك حاضره. لا ايه ده يا اخويا، خد قطع الدين الاول واللي في ايدك للاخر. صح، لا عندك حق. والله العظيم انا ما عملت حاجه، سعيد هو اللي عمل كل حاجه، والختمه الشريفه سعيد هو السبب. سعيد مين؟ سعيد هو اللي قال لي ساعدني علشان نخطف الولد، اهو منه نضغط على الشيمي عشان ينسحب من الانتخابات وهو ياخد الولد ويحرق قلب امه عليه. فتضربوا عصفورين بحجر واحد. طب الواد فين؟ الواد سعيد سفره بره مصر. بره مصر؟ على فكره احنا بنسفر برضه، بس بنسفر تحت الارض. ابوس ايديك واستنى، انا عارف سعيد سفر الولد فين. سعيد سفره عند واحد صاحبه كان بيشتغل معاه في تهريب الاثار من زمان. طب مش عيب بقى تبقى راجل كبير وكمان كداب؟ مش ممكن كله كلامك فاكس، وانت كده شكلك على بعضك فاكس. طب انا هثبت لكم. طلعوا التليفون من جيبي وانا هثبت لكم. هنا اهو، اسمه زياد ابو الليل. خلاص ما تلوكش. ده ايوه هي دي نمرته، اتصل بيه. ايه؟ بره مصر؟ طب ازاي يعرف يخرجه بره مصر؟ يا ست الكل، ما هو ده برضه ابوه ويقدر يخرجه عادي. كلب. المهم دلوقتي نرجع الواد ازاي؟ الدهشوري اعترف على المكان اللي سعيد مخبي فيه الواد بره. خلاص نسافر ونديهم اللي هو عايزينه. لا مؤاخذة الشيمي بيه، انت في حاجه مش واخد بالك منها. الناس دي شغاله شمال، يعني هتديهم الفلوس وبرضه مش هيرجعوا الواد، لانهم شغالين لحساب سعيد وفي مصالح بينهم دايره. احنا هنطلع ونخلص. خلص ده يا ابني، دي فيها خطوره كبيره قوي عليكم. فيها مخاطره، بس هنسافر واحنا قدها وقدود، وهنرجع بالواد. خلاص انا هاجي معاكم. هتسافري فين يا مدام غاليه؟ ما ينفعش. يا يوسف ما تفهمها. يا مدام غاليه، ما لسه بقول لك الناس دي مش سهله. ايوه بس انا مش هقدر اتفرج عليكم هنا لوحدي، مش هقدر كده. اهدي بس يا غاليه اهدي. انا تحت امركم في اي حاجه تطلبوها، بس الولد يرجع. لا هيرجع ان شاء الله، هيرجع، ما تقلقش من اي حاجه. غاليه انت ما ينفعش تيجي معانا، واحنا لوحدنا هنبقى خفيف، لكن لو انت معانا هنتقل. ايوه بس ده ابني يا يوسف. ابنك هيرجع شخص سليم، ما فيهوش خدش واحد ان شاء الله. يا يوسف مفيش يوسف بقى. اسمعي الكلام يا غاليه، اسمعي الكلام. بقى كل البوليكه دي عشان مجلس الشعب تخطف عيل من اهله، وقبليها هتجيب عيال عشان تعلم على الراجل. علشان ايه يعني؟ هتستفيدوا ايه يعني من كل ده؟ ابا مش بكلمك؟ ما ترد. انت عاوز تعرف ليه؟ هتستفيد ايه لما تعرف؟ عاوز افهم يا اخي. ده كان ممكن يحصل زمان ماشي، انما بعد الثوره واللي زيكم اتهرشوا يبقى بتحرجموا على كرسي المجلس ليه؟ ها؟ ما هو انت لو من عينتي انا كنت قلت لك. انت بتنفض لي يعني. ماشي، وانا كنت هخلي الجماعه يسيبوك وتفادي نفسك بقرشين، بس يلا خلاص مفيش نصيب. خليك كده تحش زي الخروف لغايه ما يذبحوك في العيد، ولا اقول لك كفايه عليك كده عشان مفيش حمام تخشه. طب استنى انا بحسبك عاوز تتكلم والله العظيم وخلاص. بطل صداع. استنى طيب بس استنى. طب هقول لك، بص انا مستعد اديك قرشين لوحدك وتخلع انت وتعيش حياتك. كفي نفسك يا حبيبي. يلا خد بالهنا والشفا. دي خليها على كتفك عشان دايما تفتكرني. افتكرك ايه يا بنت انت؟ ده شكلها حريمي. حريمي ايه؟ هي بقت بتفرق دلوقتي رجالي من حريمي، كله بيلبس من كله، والنعمه شكلها حلو عليك. ماشي يا ستي، هديه مقبوله. بقول لك يا شيكو اقعدي. امسكي، خلي دول معاكي. ايه دول؟ حق كوفيه؟ كوفيه ايه يا بنت؟ ده اجارها بس.
الله قليل. ربنا يخليك ليا يا رب. شيماء، انا عايز اتكلم معاكي كلمتين على السريع كده. شيماء، انا عارف ان انت ب100 راجل، وعارف كمان ان انت هتاخد بالك من نفسك ومن البت شهد ومن امك. عايز احس ان انا موجود معاكم، ها؟ فاهماني ولا قلتاني؟ ايوه ما تقلقش، انت سايب في ظهرك راجل، ما انت عارف. عارف. بس هات لي معاك بقى عده حديثه وانت راجع. حديثه؟ ده الطمع ده يا بت. الو. لا والله انا كنت هقول لك. خلاص بقى كنت هقول لك. ماشي. ماشي. هتوحشني. كده يا سماح، هو انا طالع سوريا؟ ده راح دبي يعني في الشارع اللي ورانا. طب وانت رايح الشارع اللي وراكوا، ما تخليش ليه سيكا هو اللي يروح وانت تقعد جنبه. عشان سيكا مشغول في المحل، يعني انا اجيب له الحاجه هو يوظف المحل، اساعده يعني. عارف يا ميمي لو بصيت لحد هناك هعمل فيك ايه؟ يعني هي دي مشكلتك دلوقتي؟ اه. ما تخافيش يا ستي، لو عجبني حد هناك هكتب عليه واجيبه في ايدي. بكسر ايدك. ارجع لي بسرعه. ارجع لي بسرعه. رايق. ايه يا عمتي؟ حسبي يا ماما شوف مين بيخبط ده وقته كده. حاضر. ايه يا عمتي؟ خد يا حبيبي المصحف ده هو معاك، خليه معاك على طول عشان يحفظك من كل شر وراضي. تسلم. انت بقى مش عايزه حاجه من هناك؟ طبعا عاوزه شويه عبايات حلوه كده من الخليج الملعلعه ام ترتر. ام ترتر؟ ازيك يا جيجي؟ ازيك يا راي؟ ازيك يا خالتي؟ يا سماح، هتعوزي حاجه من هناك؟ لا يا اخويا، عايزك ترجع لي بالسلامه. الله يسلمك. هو انت مسافر يا راي؟ ايوه يا بنت، مسافر هو وديبو يوسف دلوقتي رايحين دبي. هو ديبو ما قالكيش ولا ايه؟ دبي؟ لا ديبو ما قاليش. ما هو كان هيقول لك لما يشوفك. قصدك لما كان ناوي يشوفني قبل ما يلغيها زي كل مره. بقول لك يا جيجي، انا زي اخوك الكبير، عايز اتكلم معاكي شويه. تعالي ياما. اقعدي يا بنت. تعالي يا جيجي اقعدي. بصي بقى، عايز اتكلم معاكي كلمتين بس مش عايزك تزعلي مني. يبقى شكل كلامك هيزعلني. ما فيهوش حاجه تزعل، بس اي راجل في الدنيا بيحب يحس ان الست اللي معاه واقفه جنبه، واقفه في ظهره، بتفكر معاه حتى لو هو بيفكر غلط، بس يسمع كلمتين يريحوه. وانت بقى مين قالك اني ما بعملش كده مع ديبو؟ ومين قالك بقى ان انا بتكلم عليك انت وديبو؟ لا بتتكلم عني انا وهو. انا مش هبله يا راي وفاهمه كل حاجه. صاحبك كده شكله شاف له شوف، وانا حاسه لو كان عايز يكتب عليا بجد كان عمل زي ما انت عملت مع محا بالظبط. انما بقى قلت الفلوس والشغل وجواز اخواته كل دي حجج اونطه تخلص واحده يمسك في التانيه، وشايفني ساكته وصبر فيتنحرر ليه بقى ويهز طوله. يتنحرر ويهز طوله؟ انت بتتكلمي معاه على طول كده؟ انا كمان كلامي ما بقاش عاجبه؟ يعني انت سايبه كل حاجه وماسكه في الهايفه على طول، لابسه وش كآبه وبوز غراب. يا بنت هيطفش منك، هيحس ان حياته بتضيع قدام عينيه من غير لازمه. يعني هو قال لك كده؟ قال لك ان انا بوز غراب وبطفش؟ يا ستي ما قالش كده يا بنت، انا اللي بقول لك كده. انت بقيتي كئيبه. يا جيجي كئيبه، ما تبصليش. عايز ازعلي بقى ازعلي. هات الفوطه يا سماح. ايه يا مينا، انت دخلت هنا ازاي؟ يا عم ده انت باين انك عمدة المكان. اول ما سالت بره بيت ديبو فين لقيت 50 واحد عايز يجي يوصلني. ايه ده 50 بس؟ يعني 50 ونص، كان في واحد صغير كده. صغير؟ ايوه كده. ايه اخبارك النهارده؟ ما رحتيش يعني؟ لا كان عندي ميعاد اتلغى، مش مشكله. هلا امال ايه المشكله؟ حكايه سفرك المفاجئ ده يا استاذ. هو انا ما قلتلكيش ها؟ احنا رايحين نجيب شويه اجهزه كده لاخو واحد صاحبنا من دبي يعني. دبي؟ دبي وناوي تقعد كتير؟ انت ايه رايك؟ انا نفسي مش عايزاك تسافر خالص. ما تسافرش خالص؟ حلو ده. اشمعنى بقى؟ دبي حر قوي، زحمه كده يعني. حر جدا. انت ايه؟ تسمعي فيروز؟ بسمع فيروز، بحبها قوي. انت بتحبها برضه؟ بحبها جدا، بحبها جدا، وندمان ان انا عرفتها متاخر. يا ريتني كنت عرفتها من زمان. يا ريت يعني. هي العالم اللي فوق ديت مش هتنجز ولا ايه؟ ده معاك طياره بالسيرفيس طنطا. ولا رحله؟ عينيا يا برنس. هات واحد شاي بحليب. حليب قليل. اوان بقى. ماشي. اعمل لسه بدري على ميعاد الطياره. معلش بقى يا سيكا،
شوف لك حته تانيه ابات فيها. ولا يهمك يا برو، انا خلاص ظبطت المكان. المهم ترجعوا لنا بالسلامه وبسرعه عشان اللي متنيل جوه ده. ربنا ييسر الحال. خد يا نسيت دول فوق. ده ايه ده؟ شويه مكرونه على كبده على بطاطس عشان لو جعتوا في السكه. في ايه؟ هو انا رايح الصحراء؟ رايح حته فيها اكل برضه. مش هيخلص يا ام يوسف، انا هديهوله. خد يا خد خبيه. انا يا سيكا بس انجز عشان انا جعان. خلي بالك من نفسك يا يوسف. خلاص بقى، هو يبقى جوه وبره. ماشي يا حبيبي، سلام عليكم. بقول لك ايه، لو نادين جات لك ابقي عامليها كويس.